السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة في ما وراء الصيدلة اتعالج صح. استكمالا للمواضيع اللي بتتكلم على دور المرأة والحمل والرضاعة، النهاردة احنا هنتكلم على الولادة. مبدئيا أنا هحكي زي ما بيقولوا كده قصة قصيرة حزينة، لأن هي قصة تخصني أنا شخصيا، أنا وزوجتي. تجربة شخصية، تجربة مؤلمة، وتجربة عرفتني كتير من اللي بيحصل في المجال الصحي في مصر. التجربة باختصار ان انا كنت مغترب، ولما اتجوزت زوجتي ولدت الولادة الاولى ولادة طبيعية الحمد لله. وبعدها بسنتين حصل حمل تاني ورجعنا مصر. اثناء فترة الاختيار الاول او الرغبة الاولى بتاعتنا كان انها تولد طبيعي. ابتدينا نسأل في المنطقة عندنا هو ايه اللي بيحصل في الظروف اللي زي دي، مين الدكاترة اللي بتولد طبيعي في المنطقة؟ مفيش. انا نفسي وهتلاقوا الجيل بتاعنا كله كده، اغلبنا ناس اتولدت طبيعي. انا اتولدت في البيت وغيرنا اتولد في المستشفيات. كان الموضوع الغالبية العظمى ولادات طبيعية، والاقلية هي الولادة القيصرية. انا ما صدقتش وابتدينا نروح لدكتور ودكتورة. لفينا مستشفيات كتير في اسكندرية هنا، رحنا تقريبا لحوالي 6 أو 7 دكاترة، كلهم بيكشفوا، يدي لك تقرير مفصل عن حالة الحمل، والحمد لله الحالة كويسة. كانوا كمان لاحظوا حددنا نوع الجنس والكلام ده كله، مفيش مشكلة. طب يا دكتور أو يا دكتورة، حضرتك بس احنا عايزين ترشح لنا مكان لما تيجي أعراض الولادة هنروح علشان خاطر يتم الولادة فيه طبيعية. لا آسف أو آسف. كان من الضمن، وده اللي كان مجرم جدا وعدائي جدا يعني، الله يسامحه بقى مطرح ما راح. وده كان راجل مدير مستشفى كبير عندنا في اسكندريه للولاده. رحنا له العياده بتاعته الخاصه كتوصيه من جميع الناس اللي اتعاملت معاه. يعني تخيلوا يا جماعه، الراجل ده كان في اوضه الكشف بتاعته بيدخن. يعني انا عملت لزوجتي سونار في العياده بتاعته وهو بيدخن، بيعمل السونار وهو بيدخن. تخيلوا كميه الاجرام اللي في حاله طبيب زي ده. ولما اتناقشت بقى معاه، بما انه هو مدير المستشفى والمستشفى قطاع عام، قال لي مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لاخواتنا في الخليج، انا ما عنديش استعداد اسيب واحده ست عندها الطلق 3 ايام. طيب ما فيش مشكله، نشوف الاول الطلق بتاعها هيوصلها لفين وتولد طبيعي. اذا ما نفعش ساعتها حضرتك او اللي تولد قيصر. يعني احنا الاول نشوف الاعراض بتاعتها هتقعد كام ساعه، هتتحملها ولا لا، وتقرير الاطباء بتوع حضرتك وتقرير المناوبين هو اللي يحكم تنفع تكمل طبيعي ولا نتدخل وتولد قيصري. قال لي اسف، انا مش هديك كلمه الا على الميعاد، هيبقى يوم كذا الساعه 8 الصبح انا موجود، غير كده ماليش دعوه، ولدها ان شاء الله تولدها في البيت. سبت العياده بتاعته وانا في حاله مؤسفه جدا. قعدنا ساعتها خدنا الموضوع كتحدي وقعدنا نتواصل، وشفنا ناس كانت بتتكلم بقى، الناس اللي بتطلع في التلفزيون، الناس المنمنمه المسمسمه دي، كانوا حتى ساعتها من المركز القومي للمراه وبيتكلموا على ازاي ندخل الولاده تحت الميه في مغطس مائي في مصر. فكنت عايز اقول لهم يعني يا جماعه صوتوا يمكن حد يلحقنا، احنا مش عارفين نولد طبيعي، زوجتي مش عارفه تولد طبيعي اصلا. فهنا كملنا الشهر او الشهرين اللي فاضلين في الحمل، وللاسف رحنا مستشفى علشان خاطر الاعراض بتاعه الحمل الولاده الطبيعيه جت، وبرضه دخلونا ولد القيصري. واتقال لي بعد الولاده ان والله كانت ممكن تستنى، يعني هي جت لنا الساعه 4 العصر، لو قعدت الساعه 10 11 بالليل كانت هتولد طبيعي وحالتها كانت تسمح، لكن هي ولدت قيصري. النهارده بعد 10 سنين من الواقعه دي، انا زوجتي لسه بتعاني جسديا من اثر الحقنه بتاعه البنج، من اثر الخياطه الجراحه، تجربه لا تتمناها لاي حد. طيب دي واحده جربت الفرق بره، ان جات لها الاعراض، نزلت الميه بتاعتها، رحنا المستشفى طمنوني. والجميل كمان هناك ان انا ما كنتش داخل معاها المستشفى، كانت نسائي بالكامل، يعني ما بتسلم زوجتك على الباب وما بتعرفش عنها حاجه بعد كده الا بالتليفون. فانا كنت بتواصل مع زوجتي بالتليفون ليله كامله وهي على الحوامل. القسم كله سيدات، القسم كله بيولد طبيعي، وفي متابعه من طقم طبي محترم جدا ربنا يبارك لهم، ان يتشاف هل هي عندها اسباب تخليها تولد قيصري دلوقتي نتدخل ولا لا هنستنى.
انا مش هتدخل بقى هنا في دور الطبيب وفي دور الطبيبه. انا بس هحط لكم معلومات عن الولاده القيصريه والولاده الطبيعيه، ولكن انا بقول لكم انا تعرضت لجريمه. المؤسف بقى ان انا لما اشتغلت، يعني انا كنت ساعتها رجعت ولسه ما فتحتش الصيدليه، لما اشتغلت لقيت ان كل الستات اللي بتعدي عليا والده قيصري، وفيهم بقى يعني السيدات الصغيره بقى اللي هي انت بتتكلم، انا في قريه، في مجتمع ريفي، فبيتزوجوا قريب يعني 18 سنه، وفي حالات بتتجوز تحت 18 سنه كمان. فتبقى البنت مش فاهمه اي حاجه ولقيت نفسها بتولد قيصري مره واثنين وساعات ثلاثه كمان. طب ليه يا جماعه؟ النهارده حتى وزاره الصحه بقى انتبهت، صحيت من النوم بعد كل ده، وابتدت تتكلم ان منظمه الصحه العالميه بتقول ان احنا مجتمع شق بطون، وان مفيش ما يدعو لده. يعني انا قبل ما اسافر كان في حاجتين في موضوع الحمل والولاده. الحامل ما كانش بيتعلق لها محاليل حديد بالفوضى بتاعتنا اللي بتحصل دلوقتي، كانت بتتعلق في المستشفى في حالات شديده جدا، لان حقن الحديد دي ليها اعراض حساسيه مؤثره جدا وممكن تؤدي الى الوفاه. وفي سيدات انا اعرفهم تعرضوا للحالات الحساسيه دي وبلطف ربنا اتلحقوا، لكن لو ما كانوش اتلحقوا والمكان مكان مخصص كانت حقنه الحديد الوريد دي كانت موتت. لكن رجعت بقى دلوقتي في استعجال على ان احنا بنحشي الحامل بالحديد من الشهر الثالث، هوب بتاخد كبسولات وما تجيبش نتيجه معاها لانها ما بتاكلش، فنقول لها مش هنديكي حقن عضل لان الحقن العضل بتعمل علامات وبتعمل خراج، فهنديكي محلول كل 3 ايام او كل اسبوع. دي موضه جديده. الموضه الجديده الثانيه بقى الاكثر خطوره هي موضه الولاده القيصريه. كل الستات، انا اختي، اخت مراتي، زوجتي، انا ما اعرفش حد في دايره معارفي واحده ست ولدت طبيعي. النكته بقى ان انا علشان فاتح في قريه، اهل القريه النصين، النص المتعلم اللي زي حالاتنا كده بيولدوا قيصري، بيضحك عليهم وبيتغشوا بيولدوا قيصري. النص بقى الغلبان اللي ما كملش تعليمه او اللي تعليمه على قده او اللي ظروفه على قده، زوجته بتولد طبيعي. فانا كان عندي في ست الله يمسيها بالخير بقى، لو عايشه والله يرحمها لو توفاها الله، كانت دايه شاطره وفاهمه. يا جماعه الولاده الست تعرف تولد ست، مع احترامي لدور الاطباء ومع احترامي لدور العلم. انت دورك كطبيب يتدخل في المحاذير بس. انت اولا مؤتمن على الحاله. ازاي اصلا اجي لك بزوجتي واقول لك ما فيهاش اي داعي يولدها قيصري، تقول لي لا هتولد قيصري؟ احنا كنا اصلا قبل ما اسافر كنا بنسمع ولاده قيصري، ايه ده هتولد قيصري ليه كده؟ يقول لك اصل الجنين مقلوب، اصل المشيمه مش عارف ايه، اصل الحبل السري لف حوالين رقبه الولد. كانت اسباب نادره جدا، دلوقتي بقت هي الغالبيه العظمى. طبعا هو مأساة، وللاسف انا بلوم كل اطباء النساء والولاده اللي بيعملوا كده، وبقول لهم حرام، مالكم حرام، تجارتكم بوار قدام ربنا سبحانه وتعالى. انتوا بتعملوا ايه؟ كل الستات اللي في البلد قولا واحدا بيولدوا قيصري، مواعيد. ويا ريت بقى وتعالى نتفرج بقى على الدكاكين اللي بيتولد فيها، يا ريتها مستشفيات دكاكين. وفي حالات اعرفها اتعرضت لمضاعفات خطيره جدا بسبب دكاكين، مكتوب من بره انه مستوصف، وفي حته اوضه كده معموله اوضه عمليات، والدكتور او الدكتوره بيبقى محدد ميعاد من 8 الصبح ل 12 الظهر، بيذبح له فيه 15 واحده مثلا ولا 10 ستات بس. وكل واحده بتطلع تقعد ساعتين على ما تفوق وخلصنا على كده، بتمشي، ولا رعايه ولا عنايه ولا متابعه ولا ليها ولا الجنين. وبتلاقي الاماكن المنحطه القذره دي ما فيهاش بقى رعايه بالطفل. يعني انت ولدت لي طفل قيصري، الولد دوت لظروف ما بقى محتاج يدخل حضانه ولا كده، مفيش. يقول لك خد انت بقى الاب اجري بابنك روح وديه حضانه المستشفى الفلانيه ولا العلانيه. مأساة يا جماعه. فين بقى اللي بيتابع معانا هنا؟ فين في وزاره الصحه المسؤول عن الملف ده؟ وزير الصحه طلع من 2-3 انا هحط لكم التصريح بتاعه، وهو نفس الوزير الحالي، قال هنتصدى ولازم توعيه وبتاع، ولا حصل جديد، ما حصلش جديد. فاتمنى بقى ان هنا هيجي بالعكس، بدورك انت بالوعي، صمم ما تضعفش، ما تعملش زي انا اتضحك عليا. شوف انا جوه المجال الصحي اهو بقالي 20 سنه وبتكلم ومش عارف بعمل ايه، اتضحك عليا. زوجتي لما راحت المستشفى قالوا لي كده، في حين ان احنا نقدر ولازم يتعمل في وزاره الصحه مكتب مستقل، هيئه رقابه، هيئه تفتيش، هيئه اي حاجه تتابع الملفات دي، ويبقى من حقك ان انت تبلغ عن الطبيب او الطبيبه او المستوصف الدكان ده اللي عمل معاك كده، ويتشاف بقى هل زوجتك كان ينفع تولد قيصري ولا لا. على فكره هي بعد الولاده القيصريه تقدر تولد طبيعي تاني. احنا اللي مش فاهمين الولاده الطبيعيه، والموضوع بقى تجاري عندنا. الولاده الطبيعيه دي كلها فايده وكلها صحه الست. في اسباب معينه تجبرني على القيصري ابقى ماشي انا متقبلها، لكن مش كل الحالات تبقى بتولد قيصري. ومضاعفات
وبنج بقى. تعالى نتخيل بقى البنج النصفي، ما هو ما بيرضاش يدخل بنج كلي علشان خاطر عارف ان المضاعفات بتاعت الكلي هتبقى مشكله عليه، فبيعمل بنج نصفي. البنج النصفي دي بتتاخد في اسفل العمود الفقري. لو السن بتاع الابره اتهز، لو الطبيب مش مهيأ ومش كفء، مأساة. الست دي ممكن تكمل بقيه حياتها مشلوله. وبغض النظر، انا النهارده في حالات زي ما بقول لك بتيجي بعد 10 سنين ولاده وتقول لك مكان الخياطه تعبني. ليه كده يا جماعه؟ احنا اتكلمنا دلوقتي على ما يخص الست في 3 حاجات. الحمل، فتره الحمل الست بيتم استغلالها والاتجار بحملها علشان شركات للاسف ما عندهاش ضمير، واطباء وصيادله ما عندهمش ضمير يبيعوا لها اصناف غاليه جدا وهي مش محتاجه، اللي هي مكملات الغذائيه تحت بند المكملات الغذائيه، حديد وكالسيوم واوميجا وغيرهم. دي نقطه. النقطه الثانيه في الرضاعه بيضحك علينا وبيطلعوا للاطفال البان صناعي وهم مش محتاجينهم. وغير بقى الادويه الكتير اللي بتتكتب برضه للاطفال بحجج كتير جدا وملهاش اي لازمه. ده غير الحبوب وغيرها، السيريلاك والريري والهيرو. واصلا عمليه الولاده جريمه. اتمنى بقى اصحابنا واخواتنا بتوع المركز القومي للمراه يسيبوا نفسهم شويه من القايمه والطلاق وخراب البيوت ويركزوا في عمار البيوت. يا ريت كده يبقى الملف بتاع حضراتكم الولاده الطبيعيه وعوده الولاده الطبيعيه وتجريم الولاده القيصريه الغير مبرره ومحاربه اوقار الولاده القيصريه ومحاربه اباطره الولاده القيصريه في مصر كلها. واعملوا بقى تقاريركم واعملوا احصائياتكم، هتلاقوا المدن كل الستات اللي فيها بتولد قيصري، وقله من اهل الريف زي ما قلنا للاسف اللي هم ما كملوش تعليمهم. يا بختهم بفطرتهم، ويا بختهم ان هم متمسكين بالموروث بتاعهم. وكل اللي اقدر اقوله ربنا يصبرنا على الوضع الخاطئ ده. انا اسف لو القصه بتاعت النهارده مؤسفه، بس ده الوضع وده الواقع اللي احنا فيه. صوتوا يا جماعه يمكن حد يلحقنا. دمتم مع صحه. السلام عليكم.